حصل او ايه اللي بيحصل، ايه اللي خلى النادي الاهلي يخسر الدوري سنتين والموسم اللي فات يخرج لاول مره من سنوات طويله جدا لا دوري ولا كاس، انا بتكلم على الكاس السنه اللي فاتت، ولا افريقيا. انا شايف يا كابتن استقرار نادي الزمالك الاداري نعم خلال السنتين اللي فاتوا لو استمر الاستقرار ده النادي الاهلي هيتعب خلال السنتين الجايه، هيتعب بجد. احنا لما كنا بنكسب، انا لعبت 6 سنين في النادي الاهلي، ما فيش سنه خسرت فيها الدوري. 6 سنين دوري ورا بعض. تمام. السنتين اللي فاتوا بقى في استقرار في نادي الزمالك. تحس النادي اتغير. المواسم اللي فاتت ما كانش فيه الكلام ده. كان في تدخلات، كان في كلام كتير، ما كانش فيه استقرار. تحس نادي الزمالك بقى نادي كبير، هو طول عمره نادي كبير طبعا بس اداريا دلوقتي تحس لا، في استقرار، في هدوء، في شغل، في ناس بتشتغل، كل واحد عارف شغله كويس. مدير فني مدير الكوره، اللعيبه، شخصيه المدير الفني هي اللي مسيطره على النادي. فريرة انا عبد الله بيتكلم معايا على الراجل يعني بيقول فيه اشعار مع ان عبد الله ما بيلعبش، مع انه ما بيلعبش، بيطلع منها اقصى حاجه عندهم. فانا شايف استقرار نادي الزمالك خلال الموسم حتى الجديد اللي هيبتدي ولا السنه اللي بعدها ولا اللي بعدها، لو فضل بالمنظر ده النادي الاهلي هيلاقي صعوبه جدا. لا، هتلاقي الدوري بيروح هنا سنه وسنه او ممكن سنتين وسنه، مش هتبقى الامور زي قبل كده ال5 6 سنين وال10 سنين والكلام ده هيبقى صعب.